عارفين ايه اوحش حاجة؟ اوحش حاجة ان انت تكون بتدي حد فوق طاقتك وتلاقيه ما بيعملش معاك نفس الحاجة، وبعدين انت بتتضايق قوي وتبدأ تحس هو ليه ما ادانيش زي ما انا اديتله، ده انا اديتله فوق طاقتي، ومتبقاش عارف تتكلم معاه وتقوله ده عشان انت عارف انه هيبقى رده عليك انا ما طلبتش منك تعمل ده، ما طلبتش منك تديني فوق طاقتك. وان جيتوا للحق يا جماعه فعلا ما طلبوش مننا ان احنا نديلهم فوق طاقتنا، يعني احنا اللي قررنا نعمل ده. انا عشت طول حياتي متربيه في البيت عندي ان احنا ناس بتدي فوق طاقتها. اوبشن ان احنا نبقى بندي على قد طاقتنا ده مش موجود اصلا عندنا في البيت. يعني حضرتك هتطلب مني حاجه بسيطه، حاجه كده، حاجه قد كده، انا هديها لك قد كده. انا اتربيت على ده. كانت صدمه حياتي من 5 سنين لما اكتشفت انه الناس مش زيي، مش ده الطبيعي اصلا، لان انا كنت فاكره انه ده الطبيعي، كنت فاكره ان كل الناس هتعمل معايا كده، واتفاجئت وعرفت انه ده مش الطبيعي. وقتها كنت بفضل برضو بدي فوق طاقتي، بس وانا عارفه انه الناس مش هتعمل معايا كده، وان انا اللي عندي امتياز مختلف شويه عنهم. ما كنتش بتضايق لما بلاقيهم مش بيدوني فوق طاقتي وبيدوني على قد طاقتي. لما كبرت شويه اللي هي دلوقتي يعني في الفتره دي بدات اشتغل على نفسي قوي، وبقيت بدي على قد طاقتي، مبقتش بدي فوق طاقتي. بس بيجي عليا اوقات كتير قوي بدي فوق طاقتي، بيجي عليا اوقات بدي فوق طاقتي في الاوقات اللي انا ببقى فيها مش كويسه خالص وما عنديش طاقه اديها، الاقي نفسي طول الوقت عاوزه ادي فوق طاقتي. وغصب عني رغم ان انا في العادي كنت بدي فوق طاقتي، مش بستنى ناس تعمل معايا كده لاني عارفه انه ناس مختلفه عني وان هما مش هيعملوا معايا كده، بس في الوقت اللي انا ببقى فيه مش كويسه وبدي فوق طاقتي ببقى مستنيه اللي قدامي يعمل معايا كده، ولما مش بيعمل معايا كده بتضايق جدا، وببقى عارفه اني ماليش الحق اني اتضايق او اني اقول له انت ليه ما اديتنيش فوق طاقتك. نعم، وانا اكتشفت ايه السبب اللي بيخليني اعمل ده، واللي بيخليني سبيشالي وانا مش كويسه ادي فوق طاقتي. واعتقد السبب ده لو انتوا كمان عرفتوه ممكن حد فيكم بيتفرج على الفيديو يكتشف ان هو بيعمل زيي، والسبب ده انا هقوله في فيديو جاي بارت 2. فولو مي بقى عشان تشوفوا بارت 2.